السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي قناة جاتو في جاتو. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعضينا طواجن السعادة بطريقة سهلة جدا وبسيطة. هنعمل فيها الصوص الأبيض والصوص البني، وكمان الجناش اللي هنحطه جوه الكريمة، وهنعمل معاها الفيوتين المقرمش، وكمان كيكة هشة وخفيفة هنعملها في الخلاط من الألف للياء، وكمان أفكار تزيين لأصحاب المشاريع. فتابع معايا الفيديو للنهاية إن شاء الله تستفيدي. بس حابة أقولك الأول، لو أنت أول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشتركي وتفعلي الجرس وتحطي لايك للفيديو لو عجبك. ويلا بينا نشوف طواجن السعادة اتعملت إزاي. معايا الكيكة البيضة، هقطعها معاكم على قد القوالب بالظبط اللي معايا ديت. مقادير وطريقة الكيكة أنا سبتها لكم في الآخر في آخر الفيديو. هقطعها بالشكل ده. الكيكة خفيفة جدا وهشة وطعمها حلو جدا. هقطعها كده مستطيلات على قد القالب بالظبط اللي أنا هعمله. طبعا انت ممكن تستخدمي اي كيكه انت حباها، ممكن تستخدمي الكيكه بالمحسن، ولكن الكيكه دي مناسبه جدا لطواجن السعاده اللي احنا عاملينها. هنبتدي مع بعضنا بالجناش بتاع الشوكولاته. كوبايه من الحليب، معلقتين من النشا كبار، وربع كوبايه من السكر، معلقه واحده بس من الكاكاو الغامق الاسباني، ودي نوعيته كويسه جدا. هقلبه كده كويس جدا، وهرفعه على النار لغاية ما يربط معايا. وفي الآخر هنزل بيه حوالي 100 جرام من الشوكولاتة، وده اختياري، ممكن تحطي 60 جرام 70 جرام معاكي ل 100 جرام، يعني طبعا ده بيعزز الطعم وبيخليه غني أكتر. ده القوام بتاعه، أنا عايزاه تقيل بالشكل ده عشان لو كان سايل ممكن يسيل لي الكريمة. طبعا الجناش ده أنا هحطه على الكريمة بعد كده. ده الصوص البني أو صوص الشوكولاتة اللي هو طري شوية. كوباية من الحليب، ربع كوباية من السكر، ربع كوباية من الحليب البودر، وربع كوباية من الكريم شانتيه البودر، وربع كوباية من الكاكاو الخام، وربع معلقة من الفانيليا، ورشة ملح. هقلب طبعا كل المكونات دي مع بعضيها، يعني مفيش اسهل من كده. في الصوص هربطه طبعا على النار، يعني اسخنه لغايه ما يغلي معايا غلوه واحده، وهنزل بيه معلقه كبيره كده من الزبده، اي زبده متوفره عندك، وهنزل بيه حوالي 150 جرام او 100 جرام من الشوكولاته الخام، واقلبها كده. وطبعا هي تاخد السخونيه بتاعه الصوص وهتسيح معايا. طبعا لو ما ساحتش ممكن ترديها تاني للنار لغايه ما تسيح معايا تماما، وده القوام بتاعها وهي لسه سخنه. طبعا بيتماسك جدا جدا بمجرد دخوله في التلاجة. هنيجي كده للصوص الابيض، معلقتين من السكر البودر، معلقتين كده من الحليب البودر، معلقه واحده بس من الكريم شانتيه البودر، وهنزل بحوالي ربع كوبايه من الحليب الساقع كده بالتدريج بالشكل ده. وكل ما تعوز طبعا انا اديها، واقلب كده يدوي عادي خالص. انا هجيب كده المضرب اليدوي واحاول اضربها بالشكل ده. طبعا عايزه تعملي الخطوه دي في المضرب الكهربائي مفيش مشكله. بعد كده انا هجيب حوالي يعني 100 جرام من الشوكولاته الخام البيضه، وهنزل بيها. طبعا ديت حوالي 50 او 40 جرام منها. وبعد كده انا حطيت لها 60 جرام من الشوكولاته البيضه. دي شوكولاته خام، انا هحط عليها حوالي ربع كوبايه كده، يعني حوالي 150 تمام من الشوكولاته البني، عليها ربع كوبايه من الزيت. طبعا انا حطيت لها بعد كده على حمام مائي وساحت معايا. ده الفيوتين اللي احنا عملناه في الفيديو اللي فات، عشان طبعا ما يطولش مني الفيديو فانا عملته فيه فيديو منفصل تماما، فانت ممكن ترجعي له وتشوفيه، هيكون بالتفصيل معاكي. طبعا طبقه مقرمشه جدا وجميله، وبتدي طبعا لطواجن السعاده تيست تاني خالص. دي الشوكولاته الخام اللي احنا سيحناها، طبعا ما استخدمتهاش كلها. وبرضو الشوكولاته البيضه ما استخدمتهاش كلها، طبعا هنزل بيها كده وهجلسها كده مع الفيوتين المقرمش، هتديها طبقه مقرمشه اكتر وطعم اجمل. دي الشوكولاته زي ما اتفقنا نحط شويه، والباقي ده حطيته على الصوص الابيض عشان يدعم لي الصوص الابيض. طبعا لو تقل منك ممكن تزودي له حليب. الكريمه بقى كوبايه ونص من الميه المثلجه، ربع كوبايه من السكر، وربع كوبايه من اللبن البودر بيديله طعم عشان احنا مش عاملين بلبن،
وكوباية واحدة بس من الكريم شانتيه البودر اللي هو بدون سكر. وهنا طبعا انا هستخدم للطواجن دي كلها هو كوباية واحدة بس من الكريم شانتيه. في الاخر خالص بعد ما اضربه هنزل بيه 3 معالق، يعني حوالي كده 3 معالق من الجبنة الكريمي اللي هي مش مملحة، اي نوع جبنة كريمي عندك. طبعا ده قوامها بعد ما اتضربت. دي طبعا الكيكة بعد ما عملتها انا عملت صاج تاني بني، وبرده مقاديرها موجودة على القناة. وزي ما قلت لك انا سايبة فيديو الكيكة في اخر الفيديو. طبعا جبت القوالب بتاعتي وهحط بس طبق خفيف خالص من الكريمة في قعر او قاعدة القالب، وبعد كده هنحط طبقة طبقة طبعا بعد ما قطعتهم ونظمتهم وظبطتهم. طبعا الكيكة البيضة والكيكة البني بالشكل ده، كيكة خفيفة جدا وهشة. انا جبت كوباية من المية وعليها معلقتين كده كبار من العسل، او لو عندك سيرب ممكن تستخدميه. اما التشريبة بتاعة الكيكة البني فهي عبارة عن كوباية من المية وعليها معلقة كبيرة من الجناش اللي احنا عملناه. هسقيها كده، لو مش حابة تسقيها مفيش مشكلة برضو. وهعبيها كده بكيس الحلواني من الكريمة. طبعا انا نصصت الكريمة يعني جزء كده ابيض، والنص التاني حطيت له الجناش اللي انا عملته في بداية الفيديو خالص. حطيت الكمية كلها وسبت حوالي يعني 3 معالق كده. دي بعد ما حطيت على الجناش على الكريمة بالشكل ده هفردها بقى كده على الكيكة. طبعا عملت 5 قوالب كده من الكيكة البيضة و5 قوالب او طواجن من الكيكة البني. انا جبت طبعا صوص الشوكولاتة اللي احنا عملناه وحطيته كده على الوش خالص، ونزلت بيه روزيتات بسيطة خالص على حواف الطاجن. وطبعا دي افكار جميلة جدا بتزيين لاصحاب المشاريع اللي حابة تعمل مشاريع، ودي طبعا افكار جميلة جدا. ده الفيوتين المقرمش بس طبعا بدون اي اضافات، مقرمش جدا وطعمه جميل. هحطه كده في النص بالشكل ده، وفي الاخر هجيب كده فراولايه انا غمستها كده فيه عسل ابيض وحطيتها بس للتزيين. برضو نفس الصوص بالشكل ده انا هحاول كده افرده على الطاجن او القالب بالشكل ده واوزعه. وهجيب الفيوتين اللي انا عملته زي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات، اتفرجي عليه لانه عشان بس ما يطولش الفيديو جامد فانا عملته في فيديو لوحده. انا كده هعبيه كده واملى القالب بالشكل ده من الفيوتين، طعمه جميل جدا. وهفرده طبعا بالشكل ده، وبتفرق قوي قوي في الطعم الطبقة دي. ده كده تاني طاجن او تاني قالب عملته. التزيين طبعا بيرجع لك، مفيش ادنى مشكلة، ممكن انتي تعملي افكار احسن من كده بكتير، ولكن انا بديكي شوية افكار ممكن تاخديها كمرجع ليكي وتعملي شوية طواجن كده يكونوا حاجة كده جميلة تفرح بيها اولادك وتفرح بيها اللي حواليكي. طبعا ممكن تقدميها للضيوف، ممكن يعني للرحلات، يعني موضوع سهل جدا. طبعا ده جناش اللي هو التقيل اللي انا عملته في الكريمة. تمام، لان الصوص الشوكولاته اللي انا بحطه ده طبعا جمد شويه لما حطيته في التلاجة، ولكن لما جمد معايا انا حطيت له شويه حليب سيبته بس بيه وقلبته كويس جدا. لكن طبعا مش هينفع معايا روزيتات. تمام، فالجناش اللي انا حطيته في الكريمه عملت منه روزيتات وحطيت كده فيوتين مقرمش بالشكل ده، وده سوداني مجروش، وزينت كده بكريز بالشكل ده. طبعا كمية الفيوتين اللي انا عملته كله استغليته بالشكل ده. ده فيوتين البني او بالشوكولاتة البني، وده فيوتين بالشوكولاتة البيضة. طبعا عشان نكسر اللون، وحطيت كده كريسب او شوكليت كيك بني وابيض، وعملت كده سوداني مجروش باللون الاخضر. طبعا ده فستق كداب برضو بيدي شكل ولون مختلف عن السوداني العادي. ده طاجن تاني عملت رتوش كده بالصوص البني والصوص الابيض، وفي الاخر رشيت عليه شوكليت شيبس. والشوكليت شيبس ده انا عاملاه في البيت، يعني ما اشتريتش حاجه من بره، كل حاجه في الفيديو انا عاملاها بنفسي، لاني انا ضد اي حاجه تشتريها جاهزه من بره. بعد ما اعبي كده
الحروف بتاعة الطاجن بالصوص الأبيض، والصوص الأبيض ده طعمه جميل جدا. ممكن تقولي عليه حليب محلى مكثف، بس طبعا عليه كريم شانتيه فاداله قوام وطعم بصراحة رهيب. جربوه فعلا جميل جدا جدا، وكمان تغيير عن الصوص البني. طبعا احنا هنزين بالفيوتين في النص كده وبالكريز الأحمر بالشكل ده. هنيجي للطاجن اللي بعد كده، انا هعمل كده اطار من الكريم شانتيه اللي هو بالجناش، وهعبي كده في النص بالصوص الابيض. التزيين سهل جدا وجميل. معايا مالديزر بني ومالديزر ابيض، يعني بس عشان يكسر لي الالوان البني دي، وفي النص كده شويه من الفيوتين البني. ده طاجن تاني خالص برضو، افكار تانية للتزيين. طبعا هنعمل دور يعني كده طبقة من الفيوتين البني وطبقة من الفيوتين الابيض اللي هو بالشوكولاتة البيضة. يعني عملت جزء وجزء كده، برضو اداني شكل جميل جدا ومختلف وسيمبل، يعني سيمبل كده وبسيط. الطاجن اللي بعد كده ده صوص بني ومعاه صوص ابيض، يعني وهعمل كده تداخل كده بالعود الخلة بالشكل ده، بحيث ان احنا نكسر اللونين ويعملوا تداخل مع بعضهم. ده الشكل النهائي بتاعهم، وعايزاكم تسمعوا القرمشة. بجد ما تفوتوش فيديو الفيوتين المقرمش، لانه هيفرق جدا معاكم في الوصفة. بصراحة يعني طعم رهيب وعجب الأولاد جدا، وكمان ينفع للمشاريع بتاعتكم. ممكن تقدميه للضيوف، تاخديه معاكي في الرحلات مع الأولاد في الجامعة. ده الشكل النهائي للطواجن. يا رب إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. طبعا أنا قفلته بالشكل ده وحطيته في الفريزر لو انتوا تستخدموه بعد كده. أنا سبت لكم مقطع الكيكة في آخر الفيديو. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش في اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.